قبل كده كان فينيشر اكتر، يعني فيرمينو ولاعيبه نص الملعب بتجمع اللعب وبتدي لصلاح وصلاح بيفنش. دلوقتي بقى ليه دور في بناء اللعب. قال لك محمد صلاح اناني. تقريبا في الكام سنه اللي فاتوا قليل قوي اللي ما اتهمش محمد صلاح بالاتهام ده، بس الحقيقه الطريقه اللي طور بيها محمد صلاح لعبه مع ليفربول والجيم بتاعه ازاي مختلف دلوقتي مع ليفربول هو اكبر رد على ان صلاح لا هو طماع ولا هو اناني. جريم سونس وده كان كابتن ليفربول في الثمانينات قال قبل كده ان محمد صلاح لاعب اناني جدا وجشع، وان كل اللاعبين الكبار عندها عنصر الانانيه دي بس هو بالذات اناني جدا. وقال كمان ان الاهداف الشخصيه عنده مهمه جدا لدرجه بتخليه ان هو عايز يسجل ويسدد من اي زاويه فبيحبط زمايله في الفريق. ومره تانية مايكل اوين قال ان محمد صلاح وساديو ماني بيدمروا بعض لان كل واحد فيهم مش فارق معاه غير الحذاء الذهبي. ولو قعدت اتكلم عن مين اتكلم عن انانيه صلاح من هنا لبكره وقال ايه مش هنخلص. ومش لازم يكون اسامي كبيره في كره القدم، لا ده كمان الجمهور او بعض من الجمهور كان بيتهموا الاتهام ده. والحقيقه ان دفاع يورجن كلوب منطقي جدا عن محمد صلاح في الموضوع ده لما قال ان الطبيعي ان الناس تفهم غلط لان اهداف محمد صلاح المرعبه مع الدوري الانجليزي بتخليك ما تاخدش بالك من عدد الاسيست اللي بيعمله لزمايله من كتر ما ارقامه مرعبه كهداف للدوري. يعني مثلا انت بتتكلم عن لاعب لسه معادل الرقم القياسي لتيري أونري بسبب ان هو بقى اكتر لاعب يسجل مع فريق انجليزي في البطولات الاوروبيه. لكن لو جينا بصينا بقى على الارقام هنلاقي ان تاني اكتر لاعب عمل اسيست في الدوري الانجليزي محمد صلاح 63، فالارقام بتتكلم يعني. ومن 5 ايام بس محمد صلاح بقى اكتر لاعب افريقي صناعه للاهداف في الدوري الانجليزي وتخطى رياض محرز لاعب اهلي جده السعودي واللي كان طبعا في مانشستر سيتي قبل كده. واكبر دليل بقى على ان محمد صلاح لاعب مش اناني بل بالعكس في كل مرحله بيأدي الدور اللي بيحتاجه منه ليفربول بالظبط علشان يخلي الفريق في افضل شكل هو الطريقه اللي بيلعب بيها محمد صلاح دلوقتي مع فريقه. كميه الفرص اللي بيخلقها والاسيست اللي بيعملها لزمايله. بنتكلم عن لاعب كان ماكينه اهداف للاعب دلوقتي بيكرييت اكتر او بيخلق اكتر فرص لزمايله علشان ده اللي هو محتاجه منه الفريق دلوقتي. يعني الموسم ده بالاضافه لتسجيل 3 اهداف محمد صلاح صنع 4 اهداف في 6 مباريات بس. قبل كده كان فينيشر اكتر، يعني فيرمينو ولاعيبه نص الملعب بتجمع اللعب وبتدي لصلاح وصلاح بيفنش. دلوقتي بقى ليه دور في بناء اللعب اكتر، عشان كده صلاح ليه دور كبير دلوقتي في الاسيستات زي ما ليه دور في الاجوان. ومن الاسيستات العظيمه لمحمد صلاح بالنسبه لي كانت في ماتش نيوكاسل، يعني رؤيته ودقته سمحت له ان هو ينفذ كرة متقنة جدا لداروين نونيز في الدقائق الأخيرة من ماتش نيوكاسل. تمريرة مثالية حولها نونيز لهدف في مرمى نيك بوب، يعني بقى واحدة من أفضل الانتصارات في عهد يورجن كلوب بعد ما كان ليفربول متأخر بهدف واحد ولاعب واحد من أول نص ساعة في المباراة أو بعد أول نص ساعة. ده غير الجون طبعا بتاع روبرتسون في ماتش وولفرهامبتون. صلاح عمل اسيستين في الماتش ده، منهم اسيست عظيم جدا لروبرتسون. فكده أقدر أقول إن في الوقت اللي ليفربول كان محتاج مهاجم صريح بيفنش على طول بيجيب أهداف للفريق ويكسبه بطولات، صلاح أدى الدور ده على أكمل وجه، ودلوقتي برضو بيأدي دوره على أكمل وجه. فياريت بقى ما اسمعش حد تاني بيقول صلاح أناني.